صباح الخير، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده انا قايمه من الساعه 6 الصبح كده. قمت الساعه 6 الصبح، طلعت ابو مكه على الشغل. وقمت بقى ايه عشان اصحي مكه وكده يعني للدور. فكان لسه شويه، طبعا هي بتروح الساعه 8، فانا قلت لسه شويه عن عبل ما اصحى يعني كده. فانا المهم طلعت حاجه الغساله، هي طلعت الغساله وكده، وجهزت ان انا اغسل. طبعا ايه ما غسلتش، مكه صحيت والعيال صحيوا بقى من النوم، الصغيرين اللي متوهم دول حذيفه وحور. فقلت بقى ايه، قعدت ارضعهم كده، عملت لهم ببرونات ونيمتهم. ومكة صحيت الساعة 7:30. فخلاص الوقت عدى مني، لان هي الساعة 8 لازم يعني 8:10 اكون هناك تمام. فجيت ايه بقى، انا رحت وديتها دلوقتي الساعة 8:30 اهيت. وجبت بقى فطار، جبت فطار معايا اهوت عشان افطر. فانا طبعا ايه على الصبح كده مش بحب افطر والله، مش بيبقى لي نفس. فانا هعمل كوبايه شاي ومخلي مش عارفه علشان اعرف افطر يعني. زي ما خليني افطر، انا عارفه الشاي اصلا مش فارق مع الاكل وما هو صحي خالص. بس هعمل ايه بقى، حاجه تفتح النفس وكده يعني على الصبح. فاعمل مج شاي كده. وانا جبت طعميه سخنه، جايبه طعميه سخنه وبهلها كده. وجبت كمان ايه، عيش مسقع، عيش سخن وحلو خالص. وادوم الاتنين كمان صحيوا تمام سكر. فايه بقى، هولع الشاي واروح السكر. وبعد كده ايه، عبال الشاي ما يطلع اكون جهزت الفطار كل يوم انامه. ومع ذكر الرضاعة لازم برضه بقيت الرضاعة بتاعت الشغل عشان ايه يبتدي روتين الصبح بقى، من الرضاعة بقى الغيارات وكل حاجة. خليكم معايا في رضاعة الفطر. انا هنا عملت كوباية الشاي اهوت، هنقعد بقى نفطر. حضرت الفطار وهنقعد نفطر بقى، وبعدين ننزل هشغل الغسالة الاول، هشغلها معاكم ونطلع الهدوم كده. وبعد كده ايه، هنزل بقى اشوف هنجيب ايه، نتعشى بيه نتغدى بيه، اشوف يعني الدنيا فيها ايه. ماشي، ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في زر الجرس للاشتراك كل جديد. افطرنا الحمد لله. نيجي بقى ايه طلعت الهدوم، قسمتهم كده، الفوط لوحديها والهدوم العيال الصغيرة لوحديها. وهنا البناطيل والحاجة بتاعتهم، هنا ايه الهدوم بتاعت تناول ومكة وكده تمام. اهم حاجة عشان تسهلي على نفسك يعني، بطلع الهدوم دي كده لوحديها، كل هدوم بتتغسل لوحديها، هدوم لوحديها، هدومي انا وجوزي لوحديها، والملايات والفوط لوحديها. وطبعا اول حاجة هنغسلها هي الملايات والفوط اللي تتحط الاول تمام. نملى بقى الغسالة ونشوف، نملى الغسالة بقى وايه نشوف الدنيا تمام. في المخدات وهملى بقى الغسالة، هملى بقى الغسالة. وبعد ما احط بقى عملت الغسيل واحط القرص بتاعنا والفوط والملايات وكده. وبعدين لبس الاطفال اللي هو اللي فوق، وبعد كده لبسنا احنا او لبسنا احنا الاول، وبعدين لبس الاطفال معلش نحط لبسنا. وبعدين ايه نحط لبس الاطفال اللي هو اللي فوق، وبعدين ايه اللي هو الغيارات بقى بتاعتهم التانية، الشراط والمناطيل والحاجات بتاعتهم اللي بيلبسوها ديت تمام. وننشر وكده نبقى خلصنا. فانا هحط اول حطه وهنزل اشوف بقى الفراخ او اجيب كبده او اجيب حاجه مش عارفه لسه، يا اما نتصل ونجيب سمك معرفش، زي ربنا بقى ما يريد. ماشي، يلا تصوير اللايك جاي زيكم. الهدوم في التنظيف هنا اهوت، هنطلعها بقى بسم الله.
حطيت السلطة واروح بقى هنشر واشغل على الاطفال. انا قلت احط بتوع الاطفال بقى بالمره واخلص، واخلصها وكده، ونيجي مغيره بقى الميه واحط حاجه نحل بعد ما اخلص برضو، احط المناطيل بتاعتهم وكده، وبعدين احط المناطيل بقى في ميه جديده واكس جديد وكده يعني. وزي ما وريتكم انا غسلت الغسيل خلاص وخلصته. وهنا بقى ايه الببرونات اهيت، الحذيفه والبور الاتنين، هنعملهم بقى الرضعه. انا غسلته كده كانوا رضعوا وغسلته وخلصت. دلوقتي ايه خلصنا، عايزين بقى الرضعه التانية علشان هما لسه كانوا نايمين ولسه صاحيين اهوت، فهروح اعمل لهم الرضعه التانية وهنزل اجيب كبده بقى ولا اشوف هنعمل ايه اكل النهارده، وانزل اجيبه واقول لكم. انا عملت اهوت الرضاعه شربتهم ورضعتهم ونزلت، رحت جبت كبده بقى وجيت اهي، كبده هوا طبعا. رحت جبتها، بس نزلت شويه كويس يعني الحمد لله، بقت ب140 جنيه. ماشي، انا جبت نص كيلو اهو، هوا يعني، هوا. بس انا جبت اللي هي المتقطعه دي، جبتها مقطعه عشان انا صراحه ما عنديش وقت ان انا اقعد اقطع واعمل، وتبقى متلجه كده وبتتلج ايديا، وبصوا بتخليني مرمطه. هعملها وهنشوف بقى، ممكن نقلي بطاطس جنبيها وممكن لا، هنعمل سلطه اكيد. ماشي، وكده هنظبطها يعني، هنعملها مع بعض. ماشي، عامله طريقه حلوه قوي ان شاء الله اوريها لكم وانا بعملها. بصوا كبدة هوا وهيت. هي متقطعه تخين شويه، بس ايه ممكن الحته اللي عليها تخينه وكده اخفها شويه اهيت. فانا بقى ايه هسيبها هنا في الحاجه بلاستيك كده يعني تصفي براحتها بقى دمها، عشان هي مش بتتغسل. انا مش هعملها دلوقتي، انا هركنها على جنب كده اهو، تحتها حاجه هي تصفي فيها الدم اللي هتنزل، بتفك براحتها بقى وتطلع اللي فيها براحتها، وساعة ما نيجي نعملها تبقى مصفيه اي زفره واي دم فيها. المهم ما تغسلوهاش عشان ما تزفرش وتنيل الدنيا معاكم. طب هنعمل الكبده مع بعض عشان ايه، انا قليت البطاطس وركنتها بس لسه اعمل السلطه، فانا قلت اعمل الكبده ولا عليها عبال ايه ما اعمل السلطه كده. هنا هي فيها صفة دمها شايفين، فهننزل بقى في الطاسه على كده عشان لسه عندي جايه اغسل البوتاجاز وكده. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، اهي شايفينها. انا هحط الاول عشان هي ايه خلاص الزيت ولع عن الصوت، سامعين الصوت. يلا صلوا على رسول الله، صلوا على الحبيب الله كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده وايه نشتغل. اهم حاجه يكون الزيت كتير. تعالوا بقى ايه اوريكم انا، اوريكم يعني ايه الزيت الحاجه تبقى كده تحصل بس كمبرات بالظبط. بصوا انا كنت عايزاها رفيعه كده، بس للاسف ايه هي جايه كده بقى، وقلت لسه هقطعه كده مش هلحق. ده المفروض ان هو نص كيلو، مفيش اصلا بيبقى فيه. بسم الله، هنسيبها بقى ايه تنزل دمها وكده وتطير الزفاره اللي فيها، وهنزل بقى عليها بالحاجه بتاعتنا، بس هسيبها شويه كده مع نفسها خالص، مش هنزل اي حاجه. بصوا بقى انا هنزل ايه بالخلطه بقى. ماشي، اول حاجه كده هنزل بقى الخلطه. بسم الله، الخلطه ديت عباره عن ثوم وفلفل او شطه حراقه زي ما انتوا عايزين بقى. ماشي، انا هفضي بس كله بقيت الخلطه عشان ماسكه الثوم اصور لكم، افضيها كلها وارجع لها اهو. هجيبها بقى كويس.
هو يا عم فايز لو فيها اقول لك كويس، انما ما كلتهاش فانا اقول لك ايه؟ انا راجل عايز اديك حقك بس مش عارف اديك ازاي؟ جامد الفلوس يا اسطى. لا اقول لك على حاجه، الكيس السيجاره وفق النص اوعى تديله، اوعى تديله يا سعيد، يا سعيد اوعى تديله النص اللي فيه كريم، لا خساره. وهنا يا حبايب قلبي يا نور العين، انا خلصت الكبده بقى وقليت بطاطس وعملت سلطه، وبعت مكه جابت لنا الشيبسي. عايزاه بالطماطم يا ماما، قلت لها طماطم زي بعض، مع ان في بطاطس موجوده مش محتاجين لشيبسي، بس مش مشكله. ادي الشيبسي اهوت. عايزه اقول لكم ريحه الكبده بقى تجنن تجنن، ريحتها جميله قوي. يلا اهم حاجه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب. قولوا بسم الله في اي حاجه بتعملوها عشان ربنا يبارك لكم فيها، يبقى طعمها زي الفل. بصوا الكبده اهيت، والسلطه كمان بتاعها يعني عايزه اقول لكم تحفه جميله قوي برضو. بصوا الكبده اهيت، احطها بس في الاطباق كده واوريها لكم. طعمها تحفه وريحتها تحفه. اهم حاجه تنقوا النوع، بلاش اللي هي بتيجي في اكياس كده، في انواع في علب كده انواع كتير. تجيبوا اي نوع في علبه بيبقى كويس وطعمه حلو. هو ممكن يفرق 10 جنيه ولا 5 جنيه، وممكن يكون نفس السعر برضو على حسب المحل اللي هتجيبي منه يعني. بس اي نوع كبده مغلفه في علبه بتبقى طعمه احسن بكتير من اللي هي بتتقطع او اللي هي بتتحط في كيس وكده يعني. تلاقيها محطوطه عندهم في تقطعها مثلا صوص وكيلوات وكده مجهزه للبيع على طول. ديت ما لا مش حلوه. افضل حاجه خليكي في اللي هي العلب لو هتجيبي هواهم تمام. والصودا السلطه نضف بقى كده. ده السلطه والشيبسي وبطاطس وكبده ومية مية. هو ناقصها مخلل صح، بس المخلل الباقي مش موجود يا عبد الموجود. بس السلطه شكلها جميل تحفه ازاي، طعمها تحفه يجنن. اما الكبده بقى، الكبده بجد كنتش متوقعه تبقى كده، بس طعمها تحفه تحفه. بصوا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تعالوا ندوق الشيبسي. طعمه حلو برضه بالطماطم، انا مش بحبه بالطماطم بس حلو. اكل اللهم بارك، طعمها جميل. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.